يا مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثانيه من حكايات الكارير. من ساعه ما عملت اول انترفيو وفهمت وقتها ان هي دي الطريقه الطبيعيه اللي بيعينوا بيها الناس الجديده، ان ناس كتير تيجي وتعمل اختبارات وبعد كده يختاروا منهم مين اللي هيتعين. من وقتها ابتديت اغير الطريقه اللي بحضر بيها للانترفيوهات اللي انا كنت بعملها، ولكن انا لسه لغايه دلوقتي ما ردتش على اجابه السؤال اللي اتسال لي في اول انترفيو ليا: هو انا ايه اللي بيميزني؟ وانا كانت دماغي عماله بتودي وتجيب، وكنت بتكلم مع واحد صاحبي شغال في شركه مالتي ناشونال، فلقيته بيقول لي: انا عندي ليك الحل، ما تعمل اختبارات تحليل شخصيه. سالته ايه فكره الاختبار ده؟ الاختبار هو وسيله بتساعدك تتعرف بيها على نفسك بشكل اكبر، تعرف ايه مميزاتك وايه عيوبك، وتقدر تعرف جوانب مختلفه عن الشخصيه بتاعتك. فكره الاختبار دي مش بس بتكون مفيده عشان تعرف على نفسك بشكل اكبر، لا ده كمان بتنفعك عشان خاطر بتحطها في البروفايل بتاعك جوه السي في. المهم، قعدت مع صاحبي وجاب لي ورقه وقلم ومكتوب فيها شويه اسئله، ومكتوب على الورقه من فوق MBTI او مايرز بريجز تايب انديكيتور. اختبار شخصيه بيقسم الناس ل 16 نوع، كل نوع فيه مجموعه مميزات وجوانب سلبيه. بتعمل الاختبار وبتتعرف على نفسك وبتعرف انت انهي شخصيه فيهم. ومش بس كده، ده انت كمان بتتعرف ازاي تتعامل مع بقيه الشخصيات. ودي كانت البدايه ان انا قدرت اعرف اجاوب فيها على السؤال بتاع انا ايه الحاجات اللي بتميزني. والموضوع ما وقفش عند الاختبار ده، انا بقيت اعمل اختبارات كتير عشان خاطر اتعرف على نفسي بشكل اكبر، وفي كل مره كنت بتعرف على جانب جديد في شخصيتي. كل الجوانب دي فادتني في حياتي العمليه بشكل كبير جدا، وبقت تساعدني اعرف اتعامل مع الناس اللي حواليا بشكل احسن. لا وكمان اخدت سيرتيفيكتس فيهم، وده ساعدني ان انا افهم الناس اللي قدامي بشكل احسن واتعامل معاهم بشخصياتهم، وفادني كتير جدا في شغلي. الفكره بس ومع الخبره ان اكتشفت ان الاختبارات ديت مهما كان نسبه الدقه بتاعتها عاليه، لازم تتعامل معاها ان النسبه دي لا تتعدى ال 60%. لان لو حتى الاختبارات دي كانت دقيقه، الشخصيات نفسها بتتغير، سواء بسبب ظروف العمل او الحياه، او لو انتقلت مثلا تعيش في بلد تانية. فمش صح خالص ان انت تاخد الكلام ده على انه ثابت ما بيتغيرش. الاختبارات دي احنا بنستخدمها بس عشان تبقى جايدنس نعرف بيها اكتر عن شخصيتنا، ونتعرف على جوانب جديده احنا ما كناش نعرفها عن نفسنا قبل كده. بعد ما عملت انترفيوهات كتير، اتقبلت اخيرا في شركه كبيره، وبدات اول يوم شغل ليا في الشركه. استنونا الحلقه الجايه وفكروا معايا ايه اللي الواحد ممكن يعمله في اول يوم شغل ليه. لو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش تعمل شير ولايك، واعمل فولو للقناه عشان خاطر تشوف الفيديوهات الجديده، ونشوفكم على خير.